الولد ده خسر خصوصيته في 3 ثواني بس كسب صورة عمره. الولد ده قرر يزحلق تليفونه في وسط الاستاد على التاندا ناحية رئيس الفيفا، بس الكارثة ان التليفون وقف في النص وما كملش طريقه. الولد حس ان حلمه ضاع وتليفونه راح عليه، بس فجأة واللحظة دي مشجع تاني كان قاعد قريب قدر يمد ايده ويزق التليفون لباقي المسافة لحد ما وصل لرئيس الفيفا بسلام. بس المشكلة ما خلصتش هنا، رئيس الفيفا مسك التليفون ولما جه يتصور سيلفي اكتشف ان التليفون مقفول بالباسورد وكان خلاص هيرجع التليفون. وهنا الطفل ما قدرش يضيع الفرصة دي، وبأعلى صوته وسط 80 ألف متفرج صرخ بالباسورد السري بتاع تليفونه عشان يلحق الموقف. وفعلا رئيس الفيفا فتح التليفون واخد أحلى سيلفي ليه هو وأصدقائه. الراجل ده الناس كلها كانت فاكرة انه اعظم نجار في التاريخ، بيعمل اشكال بقطع الخشب مستحيل اي انسان طبيعي يقدر يعملها. بيرمي الاشكال الخشبية بطريقة عشوائية عشان تنزل وتستقر بالملي في فتحات محفورة في اخر الترابيزة كأنها قطعة مغناطيس، ولما بيحط الاشكال الخشبية المعقدة بتنزل تركب في مكانها كأنها بازل سحري. المشكلة انه ما بيغلطش ابدا كل مره. اكيد ساعات في حاجات ما بتركبش صح، بس لما بتظبط بتكون مثاليه لدرجه مرعبه، وعلشان كده ناس كتير بدات تقول ان ده مستحيل واتهمته انه نصاب. الفيديوهات بتاعته جابت ملايين المشاهدات والناس كانت مبهوره بدقته الخرافيه. بس الصدمه كانت هنا، وان الحقيقه ان الراجل ده ولا نجار ولا بيفهم في الخشب اساسا، وما تصدقش اي حاجه على السوشيال ميديا. الشاب اللي قدامك ده كان بيتباهى بقبضة ايده الخارقة، بس فجأة اتحولت لكارثة حقيقية في حياته. بقى كل ما يلمس اي حاجة حتى لو كانت مراية ناعمة كانت صوابعه وايده بتلزق فيها كأنه صمغ، لدرجة انه بقى يلزق على الحيطة كأنه سبايدر مان. فالناس على السوشيال ميديا شافت معاناته ونصحوه انه ينزل يعوم في المية كتير عشان جلده يبوش ويرجع ناعم وتأثير اللزق ده يروح خالص. بس الشاب بدل ما ينزل في المية ويريح اعصابه اخد الموضوع بجدية زيادة عن اللزوم وفضل يتمرن تحت المية كأنه بطل خارق. اكتب لي في الكومنتات عمرك قابلت شخص كده؟ العلماء كان عندهم تخوف من أنبولات الحقن بسبب إن وقت كسرها شظايا دقيقة جدا من الزجاج ممكن تقع جواها، لأن بالتصوير البطيء وقت فتحها تقدر تشوف بوضوح قطع زجاج بتقع، ودي حاجة تقلق جدا لأن دي أدوية حساسة، وإمكانية دخول قطع زجاج للجسم كانت حاجة تخوف. فهل ده ممكن فعلا يحصل والحقنة تسحب القطعة دي وتتحقن داخل جسم المريض؟ الاحتمال موجود، وعشان كده استخدموا إبرة بفلتر 5 ميكرون في بعض المستشفيات إجباري. لكن الشيء الكويس إن احتمالية ضعيفة جدا حتى مع الحقنة العادية إنها تسحب أي قطعة زجاج، لأن أغلبية الإبر بسن دقيق جدا، وبالتالي أي قطعة إزاز كبيرة مستحيل تدخل. وعشان كده الممرضات الخبرة بيقلبوا الأنبول بالعكس وقت سحب الدواء، وبتسيب نسبة قليلة من السائل عشان تتجنب سحب أي رواسب أو قطع زجاج صغيرة. عمرة كبيرة جدا، فوظيفة الحجرة دي إنها تشتغل زي المخدة أو السوستة، تاخد الوزن التقيل وتوزعه على مساحات واسعة فتمنع الأرض إنها تنهار تحت القطر. لو جربت تمسك الحجرة دي هتلاحظ إنها بتشوكك في إيدك، يعني حادة أو مشرشرة وشكلها مش لطيف خالص. وعمرك ما هتلاقي وسط الزلط ده كله واحدة بس ناعمة أو حتى مدورة تحت القطر، وده لسبب هندسي صايع جدا، لأن الحجرة الناعمة بتتزحلق فوق بعضها، ولو القطر ماشي فوق صخور مدورة الحجرة هتدخل والسكة هتتفكك من بعضها. عشان كده المهندسين بيستخدموا صخور متكسرة بحواف حادة جدا. فالحجرة دي مش عشان الوزن بس، لا دي كمان بتحارب العدو الرئيسي للسكة وهي المية والزرع. طبقة الصخور دي بتشتغل زي نظام الصفاية، أول ما المطرة بتنزل بتدخل ما بين الصخور دي، وطبعا من ناحية النباتات بيمنع أي نباتات اللي هو يطلع عشان الصخور حادة. قول لي بقى، كنت تعرف المعلومة دي ولا لأ؟ عمرك سألت نفسك ازاي كاوتش الطيارة الصغير ده بيقدر يشيل مئات الأطنان وقت الهبوط من غير ما ينفجر؟ الموضوع مش مجرد كاوتش تخين وخلاص، الحكاية فيها هندسة مبهرة جدا. أولا الإطارات دي مش بتتملي هوا عادي وخلاص زي اللي في عربياتنا، دي بتتملي غاز نيتروجين، وده لسببين مهمين جدا. أولا إنه مش بيشتعل، والأهم إنه مش بيتأثر بالحرارة العالية الناتجة عن الاحتكاك الرهيب بالأرض. ثانيا ضغط الكاوتش بيوصل لدرجة 200 بي اس اي، يعني تقريبا 6 أضعاف ضغط كاوتش العربية العادية، والعلماء صمموه بحيث يتحمل سرعة بتعدي ال 250 كيلو متر في الساعة وهو شايل وزن برج كامل فوقه. الجميل بقى إن الكاوتش ده مش بيتغير كل يوم، ده ممكن يخدم لحد 500 عملية هبوط قبل ما يحتاج صيانة أو حتى يتغير. فلو كنت فاكر إن الكاوتش هو أضعف حتة في الطيارة، أحب أقولك إنه من أقوى القطع الهندسية اللي البشر صنعوها عشان رحلتك تنتهي بأمان.
عشرات الصيادين فقدوا أصابعهم أو جزء من أطرافهم بسبب السمكة دي مش مجرد سمكة عادية بتعوم في المية، دي بتعيش في الأعماق المظلمة في المحيط، وربنا وهب لها شكل مخيف جدا بأسنان بارزة وفكوك قوية لدرجة خيالية. الصيادين بيسموها سمكة الذئب مش بس عشان شكلها، لكن عشان شراستها وقدرتها على سحق أي حاجة تقابلها. أنت متخيل إن فكها ده مخصص عشان يطحن أصداف البحر الصلبة؟ العظم بالنسبة له أكنه بياكل قطع بسكوت. لكن خلونا في المهم، إيه اللي بيخلي السمكة دي مرعبة جدا للصيادين لدرجة إنهم بيتعاملوا معاها بحذر أكتر من القرش ذات نفسه؟ السر هنا مش وهي عايشة، السر في عضة الموت اللي بتيجي بعد ما قلبها ما يقف تماما. المعروف في الطبيعي ان الكائن لما بيموت اجهزته بتقف، لكن السمكة الدئ عندها رأي تاني خالص. الخلايا العصبية اللي في دماغها بتفضل نشطة جدا لفترة طويلة بعد الانفصال عن جسمها. بمجرد ما اي حد يلمس فكها حتى لو راسها مقطوعة بقالها فترة، بيحصل رد فعل عصبي لا ارادي وسريع جدا. الفك بيتقفل بقوة ضغط رهيبة كفيلة انها تقطع صوابع الانسان بالكامل في لمح البصر. في فيديوهات كتيرة انتشرت بتوريك الراس وهي بتهاجم على علبة الكنز وبتقطعها تماما، وده اللي يثبت ان الوعي العصبي عندها ملوش علاقة بالحياة او الموت. في النهاية حابب اقول ان سمكة الدئب بتفكرنا ان الطبيعة دايما فيها اسرار بتتخطى حدود منطق البشر، وإن الحذر واجب حتى مع كائنات أنت مفكر إنها خلاص استسلمت. تفتكر لو أنت كنت مكان الصياد ولقيت الراس دي قدامك كنت هتعمل إيه؟ هو ليه الناس مش بتساعد السلاحف البحرية الصغيرة ويوصلوهم للبحر بدل ما بيسيبوها تزحف كده على الشاطئ؟ هو الموضوع يبان قاسي شوية لأن بعض الحيوانات بيستنوا اللحظة دي عشان يفترسوهم، لكن الفكرة إن الزحف ده هو كل حاجة بالنسبة لهم. ببساطة السلاحف البحرية ما عندهاش خياشيم، فلو الأم حطت البيض في البحر فأولادها هيغرقوا في ثواني. عشان كده الأم بتدفن بيضها في الرملة بعمق كبير وبعدها بتمشي، ولما الصغار بيفقسوا بيطلعوا من الرملة ويبتدوا رحلة الزحف ناحية الموج. الرحلة دي بتاخد ساعات ومعظمها ما بيوصلش، لكن اللي بيحصل أثناء الزحف مهم جدا لأن أجسامهم بتبدأ تحفظ الشاطئ، وبيسجلوا المجال المغناطيسي وملمس الرملة وكمان زاوية ضوء الشمس. كل ده بالنسبة لهم بيبقى زي نظام الجي بي اس للشاطئ ده. وبعد سنين طويلة لما بيكبروا وبيكونوا جاهزين يحطوا بيضهم، بيسبحوا الآلاف الأميال عشان يرجعوا لنفس الشاطئ ده بالظبط. لكن لو حد شالهم ووداهم للبحر كل ده مش هيحصل، ومش هيعرفوا فين بيتهم خالص، ومن غير الذاكرة دي جيل كامل ممكن يضيع. تخيل معايا انك تبقى واقف تتكلم في درجة حرارة ممكن توصل ل50 درجة مئوية، يعني الخرسانة نفسها ممكن تتأثر وتبوظ لو ما اتعملتش بطريقة معينة. عشان كده كانوا بيصبوا الخرسانة بالليل علشان يقللوا تأثير الحرارة. انت متخيل يا صديقي حجم الدقة اللي هم كانوا فيها؟ ومع كل طابق كان بيطلع التحديات كانت بتكبر، كل ما تطلع لفوق الرياح كانت بتبقى أقوى والتحكم في البنى بيبقى أصعب. بس كل مشكلة وكان ليها حل. العبقرية كانت هنا، كانت في التصميم نفسه. الراجل ده من اذكى صناع المحتوى على السوشيال ميديا، اسمه جوين تشيلو. الشاب ده صانع فخار بيعتمد دايما على المفاجأة. دايما بيبدأ الفيديو بتاعه بعدد كبير من الفخار بيبقى عاملهم ومجهزهم، والناحية التانية بيبتدي بواحدة أخيرة وفجأة كل الفخار اللي كان عامله يقع. وهنا الذكاء والصدمة. طبعا انت كمشاهد مش واخد بالك اصلا وفاكر كل ده بالصدفة، لكن في الحقيقة هو بيبقى مخطط لكل ده عشان نسب المشاهدة عنده تعلى جدا. لو لاحظتوا على صفحته عنده ملايين المشاهدات بسبب العبقرية بتاعته، وفعلا فنان فخار وفنان على السوشيال ميديا.